من كام يوم كنت عامل لكم فيديو مقارنه بين كل راوترات شركه وي سوبر فيكتورينج، وبالمناسبه ده يعني فيديو قوي جدا، انصح الناس اللي ما شفتوش ان هي تروح تشوفه. ففي اخر الفيديو ده وانا بقارن بقى وبقول لك بقى في الملخص، طبعا الناس عارفه الملخص ده اللي بقول لك فيه تشتري ايه وما تشتريش ايه. فقلت لك الراوترات ديت انت ممكن تجيبها ب 400 500 جنيه مستعملين، فدي هتبقى قيمه كويسه جدا مقابل السعر لو ما لقيتهمش جديد في الفرع. وبعديها لقيت شلال من الاسئله جاي لي على انستجرام: يا انيس انت قلت في اخر الفيديو ان احنا ممكن نجيب راوترات مستعمله بربع السعر وبنص السعر، الكلام ده صح؟ طب ايه الحاجات اللي احنا نتاكد منها واحنا بنشتري اي راوتر من الراوترات المستعمله؟ فبصراحه لقيت الموضوع كده لما قعدت ادور فيه ان هو فعلا ممكن يبقى موفر جدا للناس ومفيد جدا، والاسباب معينه قويه جدا هقول لك عليها دلوقتي. ففيديو النهارده انا هقول لك فيه ليه اصلا تشتري راوتر مستعمل، وان الراوترات فعلا الافضل انت تشتريها مستعمله مش جديده، وازاي تشتري راوتر مستعمل وتدور على ايه يعني، والمواقع اللي انت ممكن تدور عليها او تشتريه منين عشان تجيبه برده بارخص سعر، وايه الحاجات اللي انت تتاكد منها وانت بتشتري اي راوتر مستعمل علشان ما تلبسش او ما يضحكش عليك. فبالتاكيد طبعا فيديو النهارده هيبقى فيديو قوي جدا، فما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان بقى يوصلك كل جديد. تعالوا كده اكلمكم في اول حاجه، وهي ليه اصلا ان انت ممكن تشتري راوتر مستعمل، ليه ما اروحش اجيبه جديد؟ الراوتر هو مش سلعه استهلاكيه من السلع اللي هي كل ما بتستهلكها بتبوظ او عمرها الافتراضي بيخلص، لا ده سلعه معمره زيه زي اي جهاز عندك في البيت، زيه زي الثلاجه، زي الغساله، زي الميكروويف، الحاجات اللي هي بتقعد بال10 سنين دي وبتغيرها في الغالب لما انت بتزهق منها او بتحتاج تجيب حاجه احدث، مش علشان هي باظت. فببساطه اللي خلاني افكر اعمل الفيديو ده ان هو الراوتر بدل ما انت هتجيبه مثلا ب 1200 جنيه او ب 1300 جنيه، ممكن تجيبه مستعمل ب 300 400 500 جنيه، يعني تقريبا ممكن توصل لربع سعره وهيديك نفس الاداء ومش هتحس ان هو مستعمل. ولو اللي انت هتجيبه جديد هيقعد معاك 10 سنين، ده ممكن يقعد معاك برده 10 سنين لحد ما تزهق منه تبقى عايز تغيره. فليه تروح تشتري راوتر غالي يعني واسعار الراوترات فعلا بقت غاليه دلوقتي، ما توفر وتجيب راوتر مستعمل وهيديك نفس الاداء؟ طب بدل ما اقعد ادخلك كده في تفاصيل كتير والخبطك، ما تيجي تشوف بنفسك اللي انت ممكن تعمله وتوفر فلوس بشكل انت مش متخيله. هتفتح كده الفيسبوك الجميل بتاعك وتعمل سيرش، كل اللي انت هتكتبه بس راوتر، يعني انا مش عايزك تكتب غير كلمه راوتر بس، وتيجي هنا على الماركت بليس طبعا كلنا عارفينه. تعال بقى شوف الجمدان، شوف بقى انت ممكن تجيب اسعار عامله ازاي. يعني تعالى كده بص هنا، ده راوتر اتصالات VDSL 250 جنيه، راوتر اتصالات VDSL انت النهارده اقل راوتر سنجل باند ممكن تجيبه بيبقى معدي 1000 جنيه. طب انت اصلا يعني ال 9960 بتاعت بلينك النهارده ثمنه بيتباع ب 1200 جنيه، فانت هنا بتتكلم على VDSL راوتر زي او اقوى كمان بقى في قوه الواي فاي بتاعته من 9960 ب 250 جنيه. تعالى كده بص في راوتر تاني اهو اتصالات 150 جنيه، بس ده ADSL مش VDSL. سيبك بقى انت كده كده هتشتري مستعمل وتوفر، خلاص هات VDSL. اورنج VDSL اهو 300 جنيه، مستحيل تلاقي راوتر ب 300 جنيه دلوقتي لو انت بتشترك في الانترنت جديد ومحتاج بس توفر وتدخل كده بس انترنت ومش عايز تدفع كتير في الاول. خلاص سيبك من الجديد خلاص، اقل راوتر في الشركه ب 1083 جنيه. عندك هنا راوتر اهو، ده الراجل ده كاتب 250 جنيه بس شاطبها ومش كاتب السعر، يعني قول مثلا 250 جنيه في وي، ده رقم جامد جدا. لو حد مش كاتب السعر سيبك منه، يعني مفيش وقت بقى انت تقعد تساله بتاع، في مليون راوتر معروضين، شوف غيره كاتب السعر. راوتر VDSL برده من وي 350 جنيه. بص بقى كده، ده راوتر اهو ZTE 188A، ده راوتر سوبر فيكتورينج دول باند، ثمنه النهارده 1083 جنيه في الشركه، هنا ب 600 جنيه، يعني انت لو كلمت الراجل ده ممكن تاخده منه ب 500، فانت كده واخده بنص السعر ومش هيفرق اي حاجه معاك في الاداء. تعالى كده برده نبص على حاجات تانية، يعني عندك مثلا هنا ده راوتر برده VDSL 300 جنيه، في عندك كمان هنا راوتر تي بي لينك ممكن تحدد بيه السرعه ومش عارف ايه، بس ده وايرلس راوتر 300 جنيه، ده قريب من ثمنه جديد. بقول لك ايه، تي بي لينك سيبك منها في المستعمل، ليه؟ الراوترات بتاعت الشركات الانترنت دي هتلاقيها رخيصه جدا، وهتلاقي حاجات ارخص كمان هوريها لك دلوقتي، علشان هم اصلا الناس بتبقى واخداها في عروض وجابت حابه تعمل ابجريد او تجيب حاجه احدث فبيبيعها بسعر رخيص، مش فارقه معاه، كده كده واخده بنص الثمن، واخده هديه، كان واخده ب 10 جنيه وخلص القسط بتاعه فما حسش بيه. انما تي بي لينك اللي جايبه ده متعور فيه دافع فلوس، فهو تي بي لينك هتبقى ماسكه سعر في المستعمل عن الباقيين. ماي فاي 280 جنيه، انت النهارده عشان تجيب ماي فاي ثمنه 1000 جنيه. بص راوتر دي ان 82 45 اهو 650 جنيه، خلاص مع الراجل ده 600 او 550 جنيه، ده رقم حلو جدا. الراوتر زي ما قلت لك ب 1083 جنيه جديد. اتش 188 ايه ب 500 جنيه اهو، راوتر دول باند اهو، عارفين طبعا اتش 188 ايه يعني ب 500 جنيه ممكن يعني تاخده منه ب 450 مثلا، هو جديد شوف بكام. انا هقعد كده اقلب واصطاد لكم حاجات عشان تفهموا انا قصدي ايه، وانتوا بقى تدوروا مع نفسكم بعد كده. واحد اهو عارض راوتر VDSL، هو قديم شويه من ايام ما كان اللوجو اسمه تي داتا، بس انا قلت لكم الراوترات عمرها الافتراضي ما بيقلش، 150 جنيه بيقول لك بالشاي قصده الادابتر يعني، راوتر 150 جنيه VDSL. راوتر كمان اهو فودافون VDSL لو انت فودافون 200 جنيه. يعني انت خلاص موضوع ان انت وانت بتشترك في الانترنت جديد او ما عندكش راوتر شايل هم ان انت تجيب راوتر، او انت عندك راوتر ADSL قديم وعايز تعمل ابجريد،
الموضوع هنا ما تشيلش هم خلاص. موضوع الراوتر ده التكلفه الكبيره اللي انت كنت بتحتاج تدفعها في الاول انساها. وكمان يعني حتى لو في شركات ما زالت بتقدم عروض الراوتر ب 10 جنيه وبالتقسيط والكلام ده، يا عم ليه تقعد ماسك نفسك بال 10 جنيه وما تعرفش تكنسل الخدمه؟ روح هات لك راوتر ب 200 300 جنيه ولا ب 450 جنيه حتى لو هو دويل باند وبتاع، افضل بكتير جدا بالنسبه لك. بص 315 جنيه راوتر وي في دي اس ال دويل باند ده زد تي اتش 188 ايه، رقم جامد جدا. وعندك بقى اتصالات وعندك فودافون، عندك راوتر 4 جي اهو، بس زي ما قلت لكم ده من تي بي لينك اصلا الراوتر ده بتاع اتصالات، عشان كده تلاقي ماسك سعره شويه. عندك اهو الدي اهو دي نت 8045 ب 500 جنيه يخلص مع الراجل ده 450 جنيه، رقم ممتاز. عندك في دي اس ال اهو ب 250 جنيه، تي بي لينك اهو 9960 يعني ب 500 جنيه. تي بي لينك تعالى بقى اوريكم سعره كام جديد النهارده. لو رحنا كده على امازون بص شايف كل خيارات الشراء، اقل سعر 1110 جنيه بنص السعر. لو انت عايز بقى راوتر تي بي لينك تلمت بيه السرعه تعمل بيه شويه حركات. كمان راوتر هو الدول باند سوبر فيكتورينج ب 550 جنيه يخلص 500 جنيه. فانت باشا بقى اقعد دور كده. ايه ده؟ الصوره دي مش غريبه عليا. ده مين ده اللي سارق الصوره دي؟ دي ايدي انا عارفها، دي ايدي على فكره، والله دي ايدي. مين بقى اللي سارق الصوره بتاعتي وعامل بيها ده اللي بص يعني دي الترابيزه اللي جنبي هنا دي اللي انا كنت بعمل عليها انبوكسنج للراوتر بتاع اتصالات ده، هو لطش الصوره وعمل بيها الاعلان. ما علينا، هو ده شكله تاجر بيقول لك اقوى العروض ومش عارف ايه. على فكره التجار دي بيبقى عندها حاجات جامده برضو، يعني مش معنى ان هو تاجر ان انت تبعد عنه، لا التجار بيبقوا واخدين راوترات من الشركات اللي هي رجعت. عارف كده لما تكون مشترك مع فودافون وبعد ما تلغي الخدمه او حاجه يقول لك رجع الراوتر، في بقى الراوترات دي بتتباع لتجار، فبتلاقيهم بيبيعوا باسعار رهيبه. ممكن مثلا التاجر بيبيع راوترات في دي اس ال ب 200 جنيه و250 جنيه. بص كمان هنا راوتر فودافون في دي اس ال 150 جنيه و 250 جنيه اهو. بص زيكسل يا عم اهو، راوتر زيكسل اهو بتاع وي الجديد ب 550 جنيه، يعني تاخده ب 500 جنيه 450 جنيه كمان. دول باند وسوبر فيكتورينج وكل حاجه انت عايزها. اتصالات 4 جي اهو نفس الراوتر اللي هو تي بي لينك اللي قلت لك. لو انت عايز راوتر بقى هوم 4 جي ده تاخده، بس خلي الراجل بس اهم حاجه يعمل لك ايه تنازل عن الخط. ثمنه 600 جنيه يخلص مع راجل 500 جنيه، ثمنه جديد 1000 جنيه. فانت كده انت فعلا الموضوع جامد جدا يا جماعه. راوتر فودافون الجديد اهو، الراوتر ده ثمنه النهارده 1600 جنيه، 1100 ده يعني يخلص مع راجل 1000 جنيه. وهو راوتر يعني شكله لسه جديد زيرو اصلا ما فيهوش اي حاجه. فانت كده تبقى وفرت 600 جنيه في لحظه وانت مش فارق معاك اي حاجه. هيجي واحد يقول لي طب يا عم انيس انا ايش ضمني ان الراوتر اللي انا اشتريته دوت او هجيبه مستعمل ده ما يطلعش فيه مشكله والبسه؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، احتماليه ان الراوتر يطلع فيه مشكله او بايظ دي احتماليه يعني مش عايز ابالغ بس هي لا تتعدى الواحد من 1000. ولكن انا برضه هقول لك دلوقتي ايه الحاجات اللي بتبوظ في الراوترات بشكل متكرر. يعني هو الواحد من 1000 دول بيبقوا ايه اللي بيبوظ فيهم وازاي تقدر تفحصها علشان ما تبقى متاكد من الراوتر قبل ما انت تشتريه. بس اهم حاجه انت هتحتاج مصدر كهرباء. يعني الراجل اللي انت بتشتري منه ده بس روح كده اقعدوا في اي كافيه كده 10 دقائق ركب الراوتر في الكهرباء اعمل له ريست. واهم حاجه تتاكد منها ان انت تعمل الراوتر ريست وتقدر تتصل بيه من موبايلك عن طريق الباسورد اللي مكتوب على ظهر الراوتر. فتح معاك الراوتر اكتب اليوزر نيم والباسورد اللي هم برده مكتوبين على ظهر الراوتر، فتحوا معاك انت كده في الامان. لان ممكن الشخص اللي انت هتشتري منه الراوتر ده يبقى منزل عليه اي سوفت وير مختلف او اي حاجه، فبعد ما يمشي ويسيبك انت ما بتبقاش عارف اصلا ايه الباسورد اللي انت تخش بيه على الراوتر، واللي مكتوب على ظهر الراوتر ده خلاص بقى اتنسى مع السوفت وير القديم. اكتر حاجه ممكن يحصل فيها اعطال في الراوتر هي الواي فاي. يعني ممكن الواي فاي فجاه تلاقيه فصل او ما بيجيبش معاك مسافات بعيده، يا دوب تبعد كده عن الراوتر ما يشتغلش. ودي حاجه سهله جدا ان انت تعرفها. انت بس اول ما تخش على الواي فاي هتعمل 2.4 باسم وال5 جيجا هرتز باسم اللي هو دول باند، او تغير اسم الواي فاي والباسورد بتاعه وتتصل عليه وتخليك كده بس متصل على الراوتر 5 دقائق او 10 دقائق تاكد ان الواي فاي شغال فيه وما حصلش فيه اي مشكله. طب موضوع الكفرج بتاعته ان هو تغطيته تبقى قليله، طب انا هعرفها منين؟ بكل سهوله الراوتر لما بيحصل فيه مشكله في الواي فاي ما بيجيبش 2 متر جنبه، فانت بس كده يعني خليك على 2.4 جيجا هرتز لان ال5 طبعا مش هيجيب مسافات كبيره، وابعد كده عن الراوتر مثلا 5 6 7 متر. لو الواي فاي شغال معاك كده خلاص الراوتر ده ما فيهوش اي مشكله. حاجه كمان مهمه جدا لازم تتاكد منها وانت بتشتري اي راوتر ان الاعدادات تكون بتتسيف، لان ساعات بيبقى فيه مشكله في الهاردوير بتاع الراوتر او السوفت وير، فبتيجي تعمل اي اعدادات وتراستر الراوتر ترجع للاعدادات القديمه تاني. مش بس كده، ده في كمان راوترات بعد ما بتتراستر او تتفصل من الكهرباء وترجع تاني بتلاقي الراوتر عمل ريست وبيدخلك على صفحه اللوجن من الاول خالص تكتب الباسورد اللي على ظهره والكلام ده كله. فانت لازم بعد ما تخش كده لازم تخش تعمل شويه اعدادات زي ما قلت لك، اعمل كده غير باسورد واي فاي، غير اسم الواي فاي، مش عارف ايه، اتاكد ان الاعدادات اتسيفت وافصل الكهرباء عن الراوتر ورجعها وتاكد ان كل حاجه لسه زي ما هي وشغاله ما فيهاش اي مشكله. اهم حاجه لازم تتاكد منها كمان في الراوتر وهي اللانات بتاعه الراوتر او البورت بتاع الاي دي اس ال او الفي دي اس ال
وتاكد ان السنون بتاعته مش ملعوب فيها، لان هي ممكن مع الوقت بتضعف او بتنزل لتحت، فتلاقي حد عاملها بدبوس فبيبقى شكلها معوج. فتاكد ان هي كده شكلها مظبوط، تعرف ان مفيش حد لعب فيها قبل كده. كمان لازم تتاكد ان الادابتر اللي جاي مع الراوتر هو الاصلي بتاعه. عايز كمان تتاكد من المسامير اللي موجوده على ظهر الراوتر، عشان الراوتر ده ما يكونش اتفتح قبل كده او اتعمل له صيانه، او الاي سي فلاش بتاعه اتشحن قبل كده بسوفت وير تاني، عن طريق ان انت هتبص كده بس تتاكد ان مفيش اي تجريحات عند المسامير. ومعظم الراوترات اصلا بيبقى حاطين لك ستيكر كده على اي مسمار، لو اتقطع ده معناه ان الراوتر ده اتفتح قبل كده. الحاجه الوحيده بس اللي انت هيبقى صعبه ان انت تجربها وانت بره هي موضوع ان انت تركب فيه سلك تليفون ارضي او تجرب الفي دي اس ال. وحاله ان الفي دي اس ال يبوظ او ان انت تركب تليفون ارضي ما يشتغلش، دي انا عمري ما شفتها في حياتي بصراحه، يعني نادرا قوي لو حصلت. وديت عشان تتاكد منها، يعني هي ان شاء الله مش تحصل ومش هتقابلك، بس عشان تتاكد منها ممكن تروح برضه عند اي محل كمبيوتر قول له جربه لي. فالملخص بقى واللي خلاني اعمل الفيديو بتاع النهارده ده هو ان انا لما شفت اسعار المستعمل قلت طب ليه معظم الناس ان هي تبقى تروح تشتري راوترات غاليه، او مثلا بدل ما تدفع الفلوس الكتير دي تروح تجيب حاجه اقل مثلا منها ومركزه على الجديد بس. واحنا طبعا عندنا عقده ان احنا لازم نجيب الحاجه جديده في كيسها زيرو ومحدش لمسها قبل كده. فوفر فلوسك ال 500 600 700 جنيه الفرق دول، احنا شفنا اسعار فرق بال 700 جنيه، انت اولى بيهم في حاجه تانية ممكن تستفيد بيها. فانت كده هتبقى مستفيد، وكمان الشخص اللي بيبيع الراوتر هيبقى مستفيد. يعني هو اصلا معظم الناس لما بتجيب راوتر جديد بترمي القديم او بيبقى مرمي في اي حته في البيت محدش بيستخدمه، خلاص ما هو انت لو عندك راوتر قديم برضو اعرضه للبيع وبيعه، انت هتستفيد بثمنه، واللي بيشتري ده هيستفيد ان هو يشتري راوتر ارخص. هيجي واحد يقول لي طب يا انيس وانت بتبيع الراوترات اللي عندك؟ عزيزي المشاهد احب اقول لك ان انا ممكن ابيع بوكسراتي وما ابيعش راوتراتي. انيس لا يبيع راوترات، انيس بيجيب راوترات بس، اقعد كده اكون كده واملى في المتحف بتاعي عشان عندي متحف من الراوترات. ما ينفعش يبقى في موديل موجود في مصر مش موجود عند انيس. افرض مثلا طلبت معايا ان انا عايز اعمل مقارنه بين راوتر معين براوتر جديد نزل، حد سالني سؤال مثلا وعايز اطلع الراوتر ده عشان اجرب فيه حاجه هو سالني عايز نجربها له، لازم عندي كل الموديلات اللي نزلت في تاريخ مصر الحمد لله من قبل ما ابدا يوتيوب اصلا ب10 سنين. بس ما تعملش زيي، يعني ده مش صح. انا بعمله لهدف معين عشان صناعه المحتوى، انا سايب الحاجات دي عندي عشان بحتاجها في صناعه المحتوى. ان انت لو عندك راوتر قديم يعني بدل ما ترميه بيعه، ده هيبقى افيد ليك. لو حابين اعمل لكم فيديو عن المتحف، بس يعني محتاج شويه يتظبط كده عشان هو دلوقتي مخزن مش متحف. ان شاء الله لما يتعمل متحف راوترات نبقى نعمل له فيديو. وبس كده احنا خلصنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه وتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To admit